السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اتفقنا ان احنا واحنا بنكون الكلمات قلنا لازم الكلمة يكون ليها ايه معنى. تمام كده، لازم اي كلمة بنكونها يكون ليها معنى. لو لقينا الكلمة ملهاش معنى يبقى كده احنا ما كوناش الحروف صح، لازم نعيد صياغة الحروف تاني. تمام، فهنا عندي الميم والعين والشين. طيب الحروف دي تكون كلمة ايه؟ نفكر مع بعض كده. ميم وعين وشين تكون ايه؟ شمع اهي، شمع. الشين في اول الكلمة هنكتبها كده، الميم في نص الكلمة هنكتبها كده، العين في اخر الكلمة هنكتبها كده. تمام كده. طيب نشوف اللي بعده. هنا ميم وشين وسين تكون ايه؟ تكون كلمة شمس. شمس. الشين في اول الكلمة احنا كتبناها فوق هنكتبها كده، والميم في نص الكلمة برضك هنكتبها كده، والسين في اخر الكلمة هنكتبها كده. تمام كده. طيب اللي بعده طه والب والقاف دي تكون كلمة ايه؟ طبق. طبق. الطه في اول الكلمة هنكتبها كده، والب في نص الكلمة هنكتبها كده، والقاف في اخر الكلمة هنكتبها كده. تمام كده. يبقى انا عندي لازم الحروف تكون كلمة ان انا افهم منها حاجة، مش ان انا اكون حروف وخلاص. لو كونت كلمة انا مش فاهم منها معنى يبقى اعيد صياغة الحروف تاني، واعيد الحروف لحد ما اكون كلمة يكون ليها معنى. يبقى لما الاقي الكلمة ليها معنى يبقى انا كده ايه؟ كونت كلمة صحيحة. فاول حاجة معانا هنلاقي ان كلمة شمع، التانية شمس، التالتة طبق. تمام كده.